فضيلة الشيخ، يقول السائل: دعوت الله كثيرا بأن يستجيب لي في أمر من الأمور، لكن لم أرى أي أثر في استجابة دعائي، وأنا الآن أشعر بالإحباط مع أني اجتهدت كثيرا في دعائي، ثم نصيحتكم لي أثابكم الله. أخي في الله، لن تخسر ولن تخسر ما دمت تسأل الله وتدعوه، فاستجب دعاء الله عز وجل. وهذا الذي تسميه الإحباط ما هو إلا من الشيطان، من كيد الشيطان. لن تدعو الله دعوة إلا صرف عنك من السوء مثلها، إلا استجابها لك، أو صرف عنك من السوء مثلها، أو جعل لك في الآخرة من الدرجة في الجنة ما هو مثل ما دعوت. فأنت على كل الأحوال سالم غانم، سالم بتسليم الله، غانم بفضل الله عز وجل. فهذا الذي تجده في نفسك أنه لا يستجاب دعائك، وأن هذا يترتب عليه سوء الظن بالله عز وجل والإحباط، هذا كله من الشيطان. لا تلتفت إلى هذا أخي في الله. قد تدعو الله بشيء يكون سببا في شقائك في الدنيا والآخرة، والله يصرفه عنك رحمة بك. كم من إنسان سأل الله مسألة علم الله أنها لو تحققت له لفسد عليه دينه، وصرفها الله عنه لطفا به ورحمة. فهذا من كرم الله عز وجل وفضل الله عليك. أحسن الظن بالله عز وجل، واعلم أن الدعاء حبل خير.